طيب إيش سويتي؟ والله إني كان ضايق صدري منها يوم نمت وحلمت إنها هي اللي حستني تخرب بيتي. فتعالي، الحلم مبني على واقع أنت عيشته، فالأحلام ما جت من السراب، جت من واقع أنت كبتيه في خاطرك وتوقعت الحرمة دي بتخرب بيتك. فحاولي على قد ما تقدرين يا سي اتش إنك لما تمرين بشيء أو بإحساس تفندينه بشكل منطقي، لا تسمحين لفكرة أنها توترك وتخوفك وتجنبك القرآن والسنة والأذكار والدين والأشياء هذه، وتقولين لا إذا استمريت بيصير فيني شيء. ذكر الله سبحانه وتعالى أو القرآن ما دخل بشيء بعد الله سبحانه وتعالى إلا وزانت الدنيا فيه. إذا هي بركة زادت، إذا هو خلفة صلحت، إذا هي عافية في الجسم تعافيتي، إذا هي سبحان الله القرآن أبدا ما يجي منه مضرة. فلا تحطين 1% براسك إذا استمريت في القراءة أو في الأذكار إنه بيزيد الوضع وبيصير لي مشكلة فلا بوقف. الوقف ضعف في النفس. أنت خايفة خلينا نقول من الجن ولا من حسد ولا من سحر، أوكلتيها قوة ما أوكلتيها لله سبحانه وتعالى. قوة الله تتخطى قوة العالم كله. فدامك استعنتي بالله وقرأتي واستعنتي بأذكاره فما في قوة في هالدنيا، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء والله ما يحركون فيك شعرة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحان إيه. عشان كذا دكتورة يعني أنا لما بداية سورة البقرة وقريت سورة البقرة والله يا دكتورة إني أجاهد مجاهد بشكل يمكن ما يعلمه إلا الله. صعبة أحس يعني صعبة إني أقراها يعني أتعب تعب، بس مع ذلك أقول لا ما عليه. واليوم هذا يعني قبل لا أدخل معك قست كنت مختمة سورة البقرة الحمد لله. لكن هو الشيء اللي بس متعبني العوارض اللي قاعدة أو الأشياء اللي قاعدة تصير لي من بعد القراية أو من بعد لا تركزين في العوارض أبدا، لا تركزين فيها أنك كسبتي فوائد أكثر ما أنت قاعدة. شفتي كلمة شيبانة لما قلت تاخذين الخير وترمين الشر؟ سبحان الله القرآن يدخل الخير والبركة على البيت، والله سبحانه وتعالى يجعله ينفر الشر والضيقة والغيرة من البيت. فأنت الآن متلقية من خير الله ما استطعتي، وبإذن الله بيتك نافر هذا الشر تماما. فلا تحطين براسك إن أنا بنظر بيصير فيني بيزيد الموضوع. طلعي من راسك قدرة أي شيء فوق قدرة الله سبحانه وتعالى. فأنت مستعينة بقدرة الله وبركته. في سورة البقرة حامية لله، يعني حامية البيت، حامية الحارة كاملة 40 ليلة من دخول الشيطان والجن. تكلمين عن سورة البقرة سورة ترى عميقة ما هي سهلة. فمجرد أنك تعرفين أنك استعنتي بأقوى من أسلحة الله سبحانه وتعالى والقرآن، فمفروض أنك ما تخافين.